عندها قريب 7 سنين ما صبش ثلج هكذايا، قريب 7 سنوات ما طاحش ثلج هكذايا. قبل 7 سنين كانت الحق هنا ناقص 30. السلام عليكم ليكيب، صباح الخير عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا ملاح. البرد راهو البرد يمحين. هذه غيبه عندي بزاف ما درت فيديو، سمحونا راه كانوا عندنا شويه ظروف. يعطيكم الصحه الناس اللي سقسات عليا، اللي بعثوا لي ميساج. الحمد لله ما كان غير الخير، تما الحمد لله كالعاده رانا في بولندا. وشنو البرد راهو شويه، كنت تعرفوا البرد كيكون الثلج يصوبوا منا ما تقدرش تصور، شغل تجينا شويه ما امبوسيبل. اليوم شغل طلعت شويه شميسه بروفيتيت، قلت نخرج ندير فيديو. كما تشوفوا هاوليك الثلج مازالوا راهو داير حاله، بداو يعيط. شوفوا وين راهو. وي احمد، هاني خرجت، هاني عند المترو. شبيبه رانا لحقنا ليكيب رانا لحقنا، انا وصلنا البلاصه هذيك. انا عند البارك، شوفوا الجبال هنا غير ثلج. انا دوكا مع عمي احمد. واحمد كيف الحاله؟ صافا شويه ولا؟ اخونا احمد هو معنا، رجل بريه. السلام عليكم. راكم تشوفوا لي كيف راهي الحاله، الله يبارك بيضة. ها نروح نصوروا شويه كش ما نديروا لقطات. اقعدوا معنا، ان شاء الله يعجبكم الفيديو هذا. ديروا جام، متنساوش ديروا جام، وخلونا الكومونتير باش ما نعاودوش نغيبوا بزاف، نعاود نولوا في اقرب وقت. ندخلوا بلاصه هذه، نسيو كش ما ندير لكم لقطات هنايا. هاي روحوا معنا. كيف انا طالعين نتمشاو، مشينا دوكا واحد 3 كيلو هكذاك. الجبل هذا شغل عالي شويه، بصح مليحه خلوي، طبيعه كما يقولوا، من الطبيعه الى الطبيعه، والعوده الى الطبيعه في اقرب وقت كما يقول خونا دحمان. رانا طالعين دوكا مع احمد. خلوي الرياضه، انا مع الرياضه، الهايكينج. خليكم تشوفوا شويه لقطات. اللي كيما راكم تشوفوا هنايا الدار هذه الصغيره هذه، هاي ليك هذه الناس يخدموها للزواوش باش يتخباو في فصل الشتاء. هو احمد هو الداخل. دي كيف راكم تشوفوا هذا العش هذا لا هنايا، هذا صغير
انها خيمتي. هذاك شي واحد يكون دار هنايا كما يقولوا خيم هنايا وخلاها. هذه تكون في فصل الربيع ولا فصل الخريف، تكون قديمه شويه. خاطر شوفوا دوك نحكوا علاش قديمه، فيها شغل هذا اللواي الحاجه الاولى. هاو اللي كاف الشجره وطالع، وفيها الثلج. تما هذه ماشي جديده، باينه بلي قديمه. راكم تشوفوا اكتشافات هنا نكتشفوا. هذه شجره طاحت، هاي لك. لازم تكونوا من داك شويه حذرين في الغابات، ممكن تطيح عليك شجره في اي لحظه. ما قلت لهم شعره وكاين الثلج هنا. شحال طالع؟ راهو طالع حوالي واحد 10 سنتيمتر هكذاك، ها؟ ممكن اكثر. راكم تشوفوا طبيعه ها خلابه. بردي يا خويا يا خويا، اليوم البرد راهو شحال راهو دوكا احمد؟ ناقص 13 هكذاك. راهي واحد ناقص 13. نفيريفي في التليفون. هاوليك هذا هو المصنع. هذا يكون مصنع قديم تاع كاش فحم ولا كاش عفسه. خاطرش علاه كاين شجر هنايا بزاف، سما باين بلي هذا مصنع تاع الحطب تاع الاشجار، ولا يقطعوا كاش عفسه فيه. راهو مجهور. راهي ناقص 12، راهي ناقص 12 درجة البرودة. راكم تشوفوا ها هذا يتصور. انا نتمشاو. الحاجة المهمة اللي ما قلتلهمش عليها. اها شوف تبعني. شنو هي حاجة مهمة؟ شوفوا لي كيف لابوبال. اكزاكتومون. ودما ما لقيتوش ماك حتى قرعة مرمية. ها اكزاكتومون. هاي لك ماك حتى قرعة، ماك حتى ساشي. راك تشوفوا الناس كيفاش تحافظ على البيئة. ها ما كان والو، دايرهم لي بوبال ترمي في لابوبال. ها خونا احمد عطانا حسن مليحة. هاي لك هذه كيما اللي شفناها من قبيله. كوخ واحد اخر هاوليك شي واحد يكون بايت هنايا. كاين اللي يباتوا هكذا، كاين ثاني اللي يجوا يباتوا في وسط الشتاء، ماشي لازم حتى في الربيع. ولا كاين اللي يحبوا يخرجوا في الوقت هذايا ويكومبيو كما نقولوا، يحطوا الخيمه تاعهم. اللي كيف راكم تشوفوا هنايا ناس كبار يجوا يتمشاو يديروا الهايكينغ. هاوليك يجوا بلي بيكي هذوك ويمشوا 5 كيلو 6 كيلو في هذه الغابه. كاين اللي يجوا مع الحيوانات تاعهم مع الكلاب. هاي لك حاجه مليحه. الرحله تاعنا انا قريب نخرجوا. هذه غابه كبيره ما قدرناش ندوروها كومبليت، صح بينا نصوروكم برك جزء هكذا من المغامره تاع. اما هنايا كي صب الثلج هنا في بولندا كيفاش تولي الحاله، حاجه خفيفه. ان شاء الله تعجبكم الفكره. برك هنا المكان هنا في لابولندا. عندها نعطيكم معلومه هنا في بولندا خاوتي، عندها قريب 7 سنين ما صبش ثلج هكذايا. قريب 7 سنوات ما طاحش ثلج هكذايا. قبل 7 سنين كانت الحق هنا ناقص 30. دوكا اقصى راهي درجه راهي ناقص 20 هنا في الجبال. ثم عاود ولات الكلمه هذيك اللي كانت من قبل ب7 سنوات. انا عندي عامين هنا، قريب عامين. العام اللي فات ولا العام اللي فات ما كاش كاين ثلج هكذايا. ثم هذا العام راني حضرت له حاجه كما نقولوا حاجه بيان، حاجه مانيفيك. انا نتمشاو. لحقنا السيارة وبعد عناء طويل. برد يا خويا يا خويا. ها يا خويا يا خويا البرد. شوفوني كيف، شوفوا يدي كيفاش ولات، يدي حمارت ماشي سهلة.
هاي ما ينسى. ليكيب انا لحقنا لنهاية الفيديو. بارك الله فيكم على المتابعة. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. شكرا جزيلا. ما تنسوش دعمونا، اشتركوا في القناة، جام وبارطاج وخلونا تعليق. هيا السلام عليكم على خير.